السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاكرين التيم بتاع نادي الزمالك في بطولة دوري أبطال أفريقيا 2020 اللي احنا وصلنا بيهم لنهائي دوري أبطال أفريقيا؟ اللي هو طارق حامد وأبو جبل وإمام عاشور ومصطفى محمد وبن شرقي ولعيبة كتير جدا من اللعبة دي. فاكرينهم؟ اللعيبة دي وهم موجودين مع نادي الزمالك كنا احنا مفكرين إن هو الفريق الذهبي بتاع نادي الزمالك. خدنا بيهم إيه؟ معرفش. خدنا بيهم دوري؟ لا. خدنا أفريقيا؟ لا. خدنا كونفدرالية؟ لا. اللعيبة دي مشيت. جت كده فترة النجوم المتلمعين اللي احنا طلعنا بيهم نهائي دوري ابطال افريقيا مشيوا، اغلبهم مشيوا، وبدانا ان احنا نطلع شويه ناشئين بقى. واحد اسمه حسام عبد المجيد اللي هو من احد نجوم خط الدفاع في نادي الزمالك دلوقتي. بدانا نقوي امام عاشور اللي هو راح الاهلي، لفته وراح الاهلي، طلع على الدنمارك شويه ما تاقلمش، رجع على الزمالك قال يا ابني اتكل على الله يجري، احنا لسه بايعينك نرجعك تاني، راح الاهلي. كهربا لما كان موجود مع الزمالك كان من الفولت العالي، مشي رجع الاهلي. كل دول وهم موجودين في الزمالك كانوا نجوم ولاعيبه كبيره جدا وحرفه كبيره جدا اتبنوا في الزمالك. هل الزمالك لما دول كلهم مشيوا هل الزمالك وقع على راسه؟ هل الزمالك خسر حاجه؟ بالعكس، ده الزمالك قعد سنتين ورا بعض ياخد بطولتين دوري ما عملهاش 20 سنه، ما عملهاش 2005 لحد 2020 ما عملهاش. خدنا 2 دوري، خدنا سوبر افريقي، خدنا بطولات كتيره جدا من غيرهم. هل بقى نجم نادي الزمالك زيزو افضل منهم بشيء؟ لا لا، ولكن يمكن يكون زيزو مختلف عنهم شويه، لان زيزو موضوع افور شويتين 3 4 5، وجمهور نادي الزمالك بدأ على السوشيال ميديا يقول لك لا، ما خلاص يعني مش قصة. مجلس إدارة الزمالك دلوقتي أصبح إن هو بيتحايل على اللاعب وأبوه عشان خاطر يكون موجود في الزمالك وعشان خاطر يستمر ويبقى في نادي الزمالك، بعد ما كان جاله عرض للبيع بملايين الدولارات والنادي رفض. قال لك ده سهم من ضمن اسهم النادي، ده عمود من ضمن اعمده اللي انبنى عليها النادي. الصراحه لو العمود ده انشال او اتهد ومشي من النادي خالص النادي هيقع. كان وقع لما مشي طارق حامد من الفرقه، كان وقع لما مشي كهربا وامام عاشور وفرجاني ساسي وبن شرقي والناس دي كلها. كان برضو كنا احنا بنقول ان دول احد اعمده نادي الزمالك. اصل زيزو دخل من ال6 هدافين في نادي الزمالك، كنت خاطر الكابتن حماده امام، فما ينفعش ان هو يرحل، لا يمشي. هو كان مين زيزو ده قبل ما يقعد في الزمالك؟ قبل ما يجي الزمالك كان مين؟ وكان مين طارق حامد؟ وكان مين فرجاني ساسي؟ وكان مين اشرف بن شرقي؟ وكان مين حسن شحاته؟ وكان مين فاروق جعفر؟ وكان مين حازم امام؟ وكان مين حماده امام؟ وكان مين يحيى امام؟ وكان مين شيكابالا؟ كان مين اللعيبه دي كلها؟ الزمالك هو اللي صنع النجوم دول ويقدر يصنع مليون واحد غيرهم. الزمالك عمره ما يقف على حد. رسالة لجماهير الزمالك، رسالة لكل من ينتمي إلى هذا النادي، اوعى تعلق حبك وانتمائك للفريق اللي انت بتنتمي إليه بوجود لعيب أو رحيل لعيب. مفيش لعيبة هي اللي بتصنع المجد، اللي بيصنع المجد هي النادي نفسه. اللي هيلبس التيشيرت ده واللي هيرفع الشعار ده هيبقى في مليون واحد أحسن من زيزو قسما بالله، وفي مصر وبتلعب في أندية أقل جدا من الاهلي والزمالك وبيراميدز والانديه اللي طلعت دي كلها. ولكن احنا مش شايفين، احنا شايفين زيزو هو نمبر 1، هو التوب، هو اللي محطوط صورته على الشعار بتاع النادي، فما ينفعش زيزو يرحل. اتضح ان انت الزمالك، يرحل من يرحل ويبقى الزمالك هو الزمالك. اوعى تفكر ان مجرد لعيب كوره هيرحل من نادي الزمالك نادي الزمالك هيقع وهينهد. بالعكس، ممكن يكون رحيله او بيعه انك انت تبيعه وتمشيه يمكن لك ازمات ومشاكل كتيره جدا، وتعمل صفقتين 3 4 او صفقه واحده تبقى احسن من زيزو بمليون مره. الزمالك بوجود لعيبه بعدم وجود لعيبه، والله لو طلعت ناشئين اللعيبه دي من غير نادي وشعار وجماهير واقفه في ظهرهم بتشجعهم، والله ما يعملوا حاجه. واديكوا شفتوا جوزي جوميز المدرب اللي موجود درب نادي الزمالك وكان ايه وبقى ايه بعد ما رحل عن نادي الزمالك. يرحل من يرحل ويبقى الزمالك هو الزمالك باسمه وبتاريخه وبجماهيره
وباللعيبه السابقين اللي كانت موجوده في النادي ده واحترمته. ونهايه الكلام وملخص الحوار اللي انا قلته ده كله، عايز اقول لك حاجه واحده بس: اوعى تفكر اي لعيب موجود بيلعب في نادي، اذا كان اهلي او زمالك او ايا كان النادي، بيضحي عشان خاطر النادي وجماهيره. لا يا حبيبي، اللاعب ده بيشوف هو عايز ايه، وبيشوف متطلباته تالت ومتلت، وبيشترط على النادي. ما يفرقش معانا لا جماهير ولا ده ولا ده، كل واحد بيشوف مصلحته بيدور على نفسه. انا عايز الناس دي كلها تركز وتفكر وتقول ان الزمالك هو الزمالك، وهيبقى الزمالك بزيزو او من غيره هيبقى هو الزمالك. واديكوا شفتوا ايه اللي حصل للعيبه اللي كانت موجوده في النادي ورحلت عن النادي وسابت النادي، وشفتوا كلكم بنفسكم ايه اللي حصل للنادي بعد ما مشيوا. وهم موجودين ما عرفناش ناخد دوري، بعد ما مشيوا خدنا بفضل الله 2 دوري. انا عايزكم تهدوا. زيزو جدد، زيزو مشي مع الف سلامه، والقلب دايله. اصل زيزو مش شايل النادي بايده، فلو ساب النادي ومشي من النادي هيقع. لا يا حبيبي. في نهايه الحلقه كان معكم كابتن مصر، السلام عليكم.